اسمعوا المرجلة لما انقفزت عند بعض الأشخاص اليمنيين، قاموا يعملوا فيديوهات على البنت اللي متزوجة كوري وصار بينها وبين زوجها مشاكل ومدت يد ومدري ايش، زي أي اثنين أزواج صار بينهم مشاكل. يا كم من مشاكل صارت حتى بين اثنين يمنيين متزوجين، يا كم من المهم اثنين متزوجين بتصير فيها من وإلى من مشاكل، وهذا معروف. تمام، كان أجنبي إن كان يمني إن كان بنت عمك حتى اختلفت معاها. تمام، قاموا سابوا موضوع جنات اللي هو اليمني اللي عمره 30 سنة ومتزوج ومعاه أطفال ومغتصب طفلة يمنية من بلاده. تمام، أمام الشعب اليمني كله، أمام 1000 شنب داخل المحكمة يتفرج على هذه القضية ومش واخد فيها قرار. تمام، وعاملين قضية على الكوري. يا أخي تمرقل داخل بلادك الأول. قعوا قالوا شوفوا البنت المغتصبة، شوفوا النسوان اللي داخل المعتقلات، شوفوا النسوان القاوعة اللي مساربة على الغاز والمي، شوفوا هذا اللي داخل بلادنا. قفزتوا لها عند الكوري وتتمرقلوا. زوجة صار خلاف، زوجة متزوجين على سنة الله ورسوله زي اثنين متزوجين، إن كان أجنبي إن كان يمني إن كان هذا بيصير بينهم خلاف. ويا كم اختلفوا المتزوجين، ويا كم دخلوا محاكم متزوجين إن كانوا من نفس البلد وخارج البلد. اجيتوا تتمرقلوا وتعملوا ترندات وتتمسخروا، وإنه البنات تتزوج أجانب على أساس إنه وجهك ما شاء الله.